طيب ضربة الجزاء بتاعت الزمالك في ماتش انبي ملهاش اي اساس من الصحة خالص. كرة جاية من الارض في ايده، بس هو الزمالك يعني كان لازم يتجامل، كان عشان دي لو ما اتحسبتش كانت هتبقى مشكلة. وبعدين كده كده خلاص هو بعدك عن الدوري في اول 3 4 ماتشات، طيرك بكام ماتش فبعدك عن الدوري. فلما يجاملك في الماتش ده يهديك، يطبطب عليك بضربة الجزاء دي، فعادي ده ما يعني خلاص انت كده هتهدى وهتنسى اللي فات والدنيا هتبقى حلوه يعني. فهي ضربة جزاء حق ربنا، هي مش ضربة جزاء. لينا ضربات جزاء قبل كده كانت اقوى من كده. ده بالنسبة لضربة الجزاء. تاني حاجة الجون بتاع ناصر منسي، انا قلت وبقول طالما بيجيب كل ماتش بيجيب جون ما يقعدش. طالما بيجيب جون ما يقعدش، ان شاء الله يبقى انه واقف في الملعب ما عنديش مشكله، المهم انه يجيب جون، بيجيب جون ما يقعدش. ده بالنسبه لناصر منسي. عبد الله السعيد، هو ينفع الراجل اللي عنده 40 سنه هو اللي ينزل يقلب الماتش؟ يعني الراجل اللي عنده 40 سنه اللي هيشطب كمان سنه ولا سنتين الله اعلم هيشطب امتى، هو اللي ينزل يقلب الماتش؟ هو اللي ينزل يعلي الاداء؟ وبعدين بالنسبه لسيف فاروق جعفر، على فكره سيف فاروق جعفر لعيب كويس جدا جدا جدا، وكواليتي لعيب عالي جدا جدا جدا، بس عشان في مشكله في الاداره فمش بيلعبوه. خد مني بقى، لو لعب بعد كده اتفرج عليه هيعدي امام عاشور.